السلام عليكم. مأساة بنعيشها والله يا جماعة، بجد يعني احنا بنعيش في مأساة. تروح تجيب فرخة تلاقيها ب250 280 جنيه. كيلو لحمة زي ما انتوا شايفين اهو 350 جنيه. المفروم ب280 جنيه. اللحمة وصلت ل350 جنيه. الفرخة زي ما بقول وصلت ل280 200 وهكذا. البانيه شوفوا بكام والباقي الحاجة كلها يعني لحمة الراس مش عارف ايه. الحاجات اللي هي كان الناس بتجيبها في الفراخ أسعار خيالية، أسعار جنان. احنا وصلنا لحالة جنان. يعني اللحمة ديت كانت الشهر اللي فات ب 350 ب 300 جنيه. الشهر ده ب 350، يعني في خلال شهر أو أقل بتزيد 50 جنيه. المفروم كان ب 250 بقى ب 280، زيادة 30 جنيه في خلال كام 20 25 يوم مثلا. طب ليه؟ فين البلد؟ فين الدولة؟ فين الحكومة؟ انتوا بتهرجوا، والله بتهرجوا. ويقول لك انتوا بتتكلموا وانتوا مش عارف ايه وانتوا بتعملوا ايه يا عمي. لا اله الا الله. احنا بنسند البلد عشان احنا بنحب البلد، لكن احنا خرجنا خلاص. يعني انتوا خرجتونا عن شعورنا والله. يعني فعلا ده حرام اللي بيحصل ده. انتوا بتسيبوا الناس بترفع في الاسعار بالطريقه الغبيه دي ليه؟ طب الناس ما عندهاش ضمير ولا عندها دم ولا في دماغها تقابل ربنا وهيحاسبها على اللي بتعمله في بعضهم. لكن انتوا فين دوركم انتوا يا دولة؟ فين يا حكومة؟ انا مش فاهم والله. انا بجد بتنرفز جامد والله لان ده حرام. في حاجة اسمها كيلو لحمة ب 350 جنيه، ولسه طبعا هيزيد اكيد مع دخلة العيد وكده. يعني هتقول لي ما تاكلش لحمة؟ طيب نجيب فراخ. الفرخة بنقول ب 250 و270 جنيه الفرخة العادية. لا بلاش لحمة وفراخ. حاضر هنروح نجيب بانيه مثلا. شوف البانيه بكام. يعني ده حاجة جنان والله. حاجة جنان اللي بيحصل ده. ما يرضيش ربنا. لازم يبقى في حل ولازم يبقى في وقفة. نفسي افهم فين الحكومة. يعني انا نفسي افهم بجد، هي الحكومة بتعمل ايه دلوقتي؟ وظيفتها ايه؟ لما الاسعار بتوصل لكده. ازازة الزيت ب 75 جنيه، وما اعرفش العدس بكام واسعار يعني خيالية. يعني البيت اللي كان بيجيب له كيلو بطاطس وكيلو قوطة وكيلو مكرونة يعملوا ياكل العيال وخلاص من غير لحمة ومن غير بتاع. شوف انت احسب الحسبة دي بكام. يعني انا مش فاهم يعني. هو هنقول بلاها لحمة وفراخ؟ ما ينفعش. ازاي يعني؟ ما هناكل ايه طيب؟ هنعيش على ايه؟ الله. ايه ده التهريج اللي فيه الدولة دي؟ ايه ده؟ فين الرئيس السيسي اللي احنا انتخبناه وبنحبه وبندعمه على طول وبنعمل فين هو من اللي بيحصل ده؟ هو خلاص نسي المواضيع دي وداخل ومهتم بموضوعات تانية. يعني طب وبعدين يعني؟ فين هو طيب؟ يعني مش هو دايما بيتدخل في كل حاجة وبيقول وبيعمل؟ فين هو من اللي بيحصل ده؟ هو مفيش رقابة ليه خالص على الأسعار؟ سايبين كل واحد بيبيع براحته. كيلو اللبن شوف وصل لكام. كي... الله. كرتونة البيض بكام؟ طب والناس هتعيش ازاي يعني؟ يعني ما هو كله غالي. اصل مش لحمة وفراخ بس. وبعد كده ما تقوليش بلاش لحمة وفراخ. ليه وانت ما بتاكلش لحمة وفراخ؟ الحكومة والوزراء والناس دي كلها ما بتاكلش هي واولادها واحفادها لحمة وفراخ؟ بتحرموه علينا احنا ليه يعني؟ يقول لك بلاها لحمة وفراخ. ماشي، يبقى انت برضو كده نفس الحكاية برضو. ايه ده؟ والله انا خلاص الواحد مش عارف يعني الناس تعمل ايه طيب. يعني انا مش فاهم يعني. ما انا مش معقول هجيب اللحمة ب 350 جنيه تاني يعني. استحالة. يعني جبت كيلو من نفسي كده هنخليه بقى شهرين ثلاثة كده نشمه بس كده نتصور معاه. ايه ده؟ طبعا الجشع والطمع
برضه ليه دخل 1,000,000%. الناس اللي ما عندهاش ضمير وكل يوم بترفع في الأسعار، اتقوا الله شوية في الناس. والله لو ما رحمناش بعد ربنا ما هيرحمنا، ولا هيتحسن حالنا، ولا هنبقى كويسين أبدا. ليه الجشع والطمع ده؟ كل يوم تزودوا في الحاجة. ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. والله فعلا يعني انا مش فاهم، انا الحكومة بتعمل ايه يعني؟ ايه يعني؟ ايه اللي انا مش شايف اي حاجة الحكومة بتعملها الايام دي بجد يعني في صالح المواطن. وسيبكم بقى من شوية العربيات اللي بتجيبوهم واللي بيلفوا المحافظات والكلام ده. مش الكلام ده ما بيطولش الناس كلها على فكرة يعني. وانا مش هقعد انزل الشارع اجري بقى ورا العربيات وادور على العربيه عشان اجيب منها وما فيش، كله بقى غالي، حتى العربيات وحتى كله. اللحمه المجمده، واحد امبارح بيقول لي ب 280 جنيه الكيلو اللحمه المجمده، و250 و200. طب يعني وبعدين يعني حاجه غريبه قوي يعني. اخرتها ايه؟ مفيش اخر للي بيحصل ده. ولما نقول بقى يقول لك ما انت بتتكلم، انت بقى مش عايز مصلحه الدوله. لا يا حبيبي، احنا عايزين مصلحه الدوله، واحنا بنحب بلدنا، بنحب مصر. بس طبعا لما يوصل الحل كده، لا طب انا هعيش ازاي يعني؟ اعمل ايه طيب؟ الله. الاطفال الصغيرين دول ما بقوش ياكلوا، اهاليهم ما بقوش يجيب لهم اي لحمه ولا فراخ، ولا ما بيوكلهمش. خلاص العيال بتاكل فتات. هيبنوا اجسادهم ازاي دول؟ وهيطلعوا ازاي كويسين واصحاء؟ بلاش الكبار، نموت احنا الكبار مش مشكله، لكن العيال الصغيره دي اللي بتبني اجسادها دي تعمل ايه؟ فوق يا حكومة قبل فوات الأوان، لأن الموضوع مش هيستمر كده كتير بجد يعني. الموضوع كده مش هيستمر كتير، لأن كده ما ينفعش. كده ما ينفعش. لازم يكون فيه رقابة على الأسعار. قلنا رقابة سهلة، سهلة أوي موضوع الرقابة ده يعني. اعملوا ناس كده وظيفتهم الرقابة على الأسعار، ويروحوا يتابعوا ويحاسبوا الناس اللي بترفع في الأسعار. بترفعوها ليه؟ انت السعر ده كان عندك اهو يعني، ده كان 300 جنيه من فترة صغيرة، ليه رفعتها 350 اللحمة ليه؟ هتقول لي الدولار والزفت والغلاء العالمي والكلام ده. لا، شبعنا بقى وزهقنا من الكلام ده. حسبي الله ونعم الوكيل فعلا والله. ايه ده؟ انا اتحرق دمي والله من الكلام الغريب اللي بيحصل ده. ومش على اللحمة بس، ده كل حاجة تيجي دلوقتي، كل حاجة ابص الاقي سعر. ايه ده؟ انا والله ما بصدق الاسعار الغريبة اللي بتحصل دي الايام دي. لا اله الا الله. إلى أن نلتقي في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحسبي الله ونعم الوكيل.